ما يردنا من الأخوة التجار أنه تم إزاحة جميع اللجان المشكلة والتي صادقت على أسماء المرشحين بلجان أخرى، وهذه اللجان التي باشرت بعملها قامت بإصدار قرارات هي غير قانونية جملة وتفصيلا، وأهمها بالنسبة للمرشحين الذي لديهم دورتين انتخابيتين يمنعهم القانون من المشاركة بالانتخابات، قاموا بإشراكهم في الانتخابات، وقاموا بإقصاء مرشحين آخرين، مرة بحجة العمر ومرة بحجة أنه لم يحقق مدة 7 سنوات، وكلها حجج واهية وغير صحيحة. واللطيفة قاموا بإصدار هذه القرارات يوم الاثنين، وقاموا بغلق الغرفة التجارية يوم الثلاثاء لكي لا يستطيع المرشح للطعن بهذه القرارات. وأنا أسأل سؤال، أساسا بالغرف التجارية في الفروع في المحافظات هناك لجان تدقق ملفات المرشحين قبل إرسالها إلى الاتحاد العام، وتشكل لجنة من الاتحاد العام أيضا تدقق وبعدها تصدر المصادقة على المرشحين. أي هناك لجنتين صادقت على المرشحين، ونتفاجأ باللجنة الثالثة التي شكلت قامت بإقصاء الكثير من المرشحين وخاصة في محافظة كربلاء المقدسة. ولكن الحمد لله تعالى هناك لجنة من الأمانة العامة من الوزراء، دائرة المنظمات الغير الحكومية، اطلعت على هذه المشاكل وقامت بالمصادقة على اللجان الأولى التي صدرت وصادقت المرشحين، وإن شاء الله الانتخابات قائمة. ولكن أعود وأكرر أن النتائج سوف لن تكون عادلة بسبب ممارسات إدارات الغرف واستغلال نفوذهم في هذه الغرف.